أخيرًا خلّصت، أنا باقول كفاية تمارين بقى كده النهارده، ده أنا باتمرّن من بدري أوي، مش معنى إن المسابقة قرّبت إن أنا أطحن نفسي في التمارين بالشكل ده، أنا كده متطمن إن أنا هاكسب وواثق من مكسبي، آه طبعًا أُمّال إيه، هو في حد يعرف يقف قصادي ويغلبني؟ يا سلام عليك يا واد يا هشام وعلى عضلاتك وعلى جسمك الرياضي، بطل رياضي يا ناس، يا حلاوة عليّا يا حلاوة، ما فيش حد زيي. وده بقى وقت الفطار، وكويس بقى لإني حاسس إن أنا جعان أوي، بس مش معنى إن أنا جعان إن أنا ألخبط في الأكل، لا طبعًا ده أنا عندي إرادة، مش هاكل غير الأكل الصحي وهامشي على النظام الغذائي المناسب ليّا. تمام، أنا كده بقيت مستعد، يا دوب أطلع أجهز بقى عشان ألحق ميعاد المدرسة بتاعتي. هشام حبيبي صباح الخير، كالعادة طبعا صاحي بدري جدا قبل ميعادك عشان التمارين والفطار قبل المدرسة. برافو عليك يا حبيبي. أنا عايزاك تكسب في المسابقة وترفع راسي. أكيد طبعًا يا ماما، ما حدش هيكسب في المسابقة دي غيري، مش عايزِك تقلقي خالص، عايزِك تطمني على الآخر، أنتِ مش شايفة جسمي يا ماما، شايفة الفورمة والعضلات، ما حدش يعرف يغلبني ولا يقف قصادي، يا دوب بقى أطلع ألحق ألبس عشان ما أتأخرش على المدرسة. إيه ده؟ ده سعيد جه يا هشام أهو، إيه يا سعيد اتأخرت كده ليه؟ ازيكم يا شباب عاملين إيه؟ إيه رأيكم بقى في الفورمة بتاعتي؟ اتأخرت امبارح في الجيم شوية، عشان كده لما نمت متأخر صحيت متأخر. ضحكتني، بتقول إيه يا سعيد فورمة؟ فورمة إيه يا ابني؟ ده أنت اسمك سعيد سلاكة، أنت مش شايف جسمك ولا إيه؟ يا ابني ده أنا بخاف أمسكك تتكسر في إيديا. وبعدين أنت بتقول من يوم ولا اتنين ولا حتى شهر شوفوا جسمي، يا ابني أنت محتاج شهور وسنين وسنين. شوف جسمي، بص يا ابني اتفرج على العضلات واتفرج على الفورمة الحقيقية، مش أي كلام كده وخلاص. إيه يا جماعة الإحباط ده؟ هي دي كلمة التشجيع اللي المفروض أسمعها؟ طب ما أنا عارف إن أنا لسه في الأول والموضوع هياخد شوية وقت، ما ينفعش أقارن جسمي بجسمكم دلوقتي، وبعدين إيه موضوع سعيد سلاكة ده؟ أنا باتضايق من الكلمة دي، بصوا يا جماعة أنا ماشي دلوقتي أنا ورايا مشاوير، سلام. في إيه يا هشام مالك أنت زودت العيار أوي المرة دي على سعيد، يعني مش كل ما تشوفه تفضل تقوله الكلمتين دول، فعلا أنت بتحبطه أوي، مش معنى إن إحنا بنلعب رياضة وجسمنا كويس نفضل نحبط في اللي قدامنا، يعني كفاية إن هو بيحاول ومع الوقت أكيد جسمه هيظبط. وفي إيه يعني أنا كنت قُلت إيه؟ ما هو عارف إن أنا باهزر، هو أصلًا اللي عيّل غيور وبيتغاظ منّي، من ساعة ما شافني وأنا باستعرض عضلاتي وأنا حسيت إن وشه اتغيّر كده واتضايق، بس هو حَب يعمل الحركتين دول عشان يبيّن إنه زعلان يعني، سيبك. المهم أنا رايح النهارده الgym بعد المدرسة، عندي النهارده تمرينة إيه، من نار، هتيجي بقى معايا وتدخل التحدي والّا هتهرب منّي زي كل مرّة؟ بتقول إيه؟ أهرب؟ طب وأهرب ليه يعني؟ ما أنت عارف إن الحكاية كلها إن أنا باكون مش فاضي، يا إما بيبقى ورايا كورس أو ماما محتاجاني في البيت ضروري أو ورايا مشوار، لكن عادي يعني أنا النهارده فاضي مش ورايا أي حاجة. اتفرج يا ابني على الفورمة، اتفرج على الجسم، على الوحش اللي قدامك، وقال إيه؟ ماما خايفة لا ما اكسبش في المسابقة، ما تعرفش إن كلهم هيبقوا واقفين قدامي زي الكتاكيت المبلولة. ولو على المكسب أنا ضامنه من غير أي مجهود. شُفت بقى شوية الحركات اللي أنا عملتهم دول، على الرغم إن أنت بادئ gym معايا في نفس التوقيت، بس ما تعرفش تعمل ربع حركة منهم. لا يا هشام، أنت الموضوع كده اتحول معاك خالص من ثقة بقى غرور، أنت فعلًا بقيت بتتكلم بطريقة مغرورة جدًا، وده ما ينفعش، الإنسان مُعرّض للمكسب والخسارة. ولو على شوية الحركات اللي أنت بتعملهم دول وعلى الفرق بين جسمي وجسمك، إحنا بادئين مع بعض التدريبات، بس أنت عارف كويس إن أنا مش منتظم فيها زيك، فطبيعي الفروق دي تبقى موجودة. والله بقى سميها زي ما تسميها، تسميها ثقة تسميها غرور، المهم إنك بدأت تتحور أهو، كنت عمال تقولي أنا قد المنافسة وأنا مش عارف إيه، دلوقتي بتحور وبتجيب ورا. يلا تعالى بقى بص ما قدامكش غير الوزن بتاعك أهو اللي على قدك، روح اتمرن عليه وأنا أروح بقى للأوزان بتاعتي. أهو يا سيدي أنجزت في التمرين وما طولتش رأفة بحالك، ما حبيتش أتقل عليك، أنا نفسي أعرف بس إيه الرياضة اللي أنت متميز فيها عشان أعرف أنافسك فيها. وتخلّص بسرعة وتنجز ليه؟ وأنا كنت اشتكيت لك؟ ما أنا كنت هاكمّل معاك للآخر عادي، أنت اللي وقّفت، وبعدين أنت بتسألني على الرياضة اللي باحبها، ما أنت عارف إن أنا باحب السباحة جدًا، وداخل فيها بطولة قريب كمان، الحق عليَّ يعني إني أشفقت عليك، وعامةً إحنا فيها، حلو أوي، مش أنت بتقول إنك داخل بطولة في السباحة، يبقى تيجي لي النهارده بالليل وندخل أنا وأنت سباق لبعض، ونشوف مين فينا اللي هيكسب قصاد التاني.
يلا يا بطل، مستعد بقى ولا ايه؟ احنا هنحدد مسابقة بوقت معين وعدد لفات معينة. اللي هيقدر من غير ما يتعب وينجز عدد اللفات قبل الوقت ما يخلص هيبقى هو الكسبان. وريني شطارتك يا بطل بقى. تمام، وانا كمان مستعد. هحاول اعمل كل جهدي ان انا انجز قبل الوقت ما يخلص. يلا بينا. ضحكتني. قال بتحب السباحة قال ورايح فيها بطولة كمان. نفسي ألاقيلك حاجة واحدة تكسبني فيها. ايه يا ابني في ايه؟ ده انا خرجت من المية قبل نص الوقت ما يخلص وخلصت كل اللفات بتاعتي. ده انت نفسك مقطوع خالص. في ايه يا هشام؟ ايه كل الحفلة اللي انت عاملها دي؟ عادي يعني، كل انسان معرض للمكسب والخسارة. وبعدين انا مش واخد اعمل مجهود كبير في يوم واحد. انا عملت مجهود كبير قوي النهاردة في الجيم. انت واخد على كده عادي عشان انت وراك مسابقة فبتكثف تمريناتك. انا مش واخد على كل المجهود ده في وقت واحد. يعني لو كنت عايز تسابقني في السباحة كنت سابقني في يوم ما كنتش رحت فيه الجيم. حبيبي أنا جهزت لك كل حاجة ممكن تحتاجها جوه الشنطة، تروح وترجع بالسلامة يا حبيبي، ترجع لنا بالبطولة، ترفع راس بلدك يا حبيبي وتشرفني وترفع راسي أنا كمان. ربنا يخليكي ليا يا ماما. بس انا مش شايف اي داعي للقلق اللي انت فيه ده. قلتلك خليكي مطمنة واعتبري ان انا خلاص راجع بالبطولة. راجع بيها مسألة وقت بس مش اكتر. وبعدين يلا بقى، انا اتأخرت جدا على الطيارة. كفاية بقى تأخير لحد كده. يلا سلام. ابني هشام حبيبي قوم اتكلم رد عليا، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي حصل لك يا ابني؟ انا مش قادره اصدق ايه اللي جرى. ارجوك يا دكتور طمني على ابني، قول لي مش بيرد عليا ليه؟ ايه اللي حصل له؟ ممكن بس نطلع نتكلم بره؟ هو بس تحت تأثير البنج، ما تقلقيش. بس مش حابب ان هو يفوق في اي وقت ويسمعنا واحنا بنتكلم. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. أنا آسف جدًا للي أنا هاقوله ده. بس الحادثة كانت كبيرة جدًا وخطيرة، وهو جالنا في حالة سيئة، ولحقناه في العمليات. بس للأسف هيبقى في صعوبة جدًا إن هو يعرف يقف على رجليه تاني. إحنا حاولنا نسعفه على قد ما نقدر، بس دي كانت إرادة ربنا. إحنا أملنا في ربنا كبير إن قدام شوية بعد ما يتعافى نفسيًا وبالعلاج والتطور العلمي يمكن يكون في عملية تقدر تساعده إن هو يرجع يقف على رجليه تاني. إيه؟ أنت بتقول إيه يا دكتور؟ ابني بقى عاجز، ابني اللي كان بطل ورايح مسابقة وكان ضامن إنه يرجع بالبطولة هيبقى على كرسي بعجل. إيه يا هشام يا حبيبي؟ أنت ما كلتش حاجة من أكلك خالص، أكلك زي ما هو، مش هينفع كده يا هشام. الدكاترة قالوا لازم تخلي بالك من أكلك وشربك عشان العلاج كمان. ما تنساش إن الدكاترة قالوا إن في أمل كبير إن حالتك تتحسن يا حبيبي وترجع تمشي زي الأول، بس الموضوع متوقف على نفسيتك. وبعدين يا حبيبي مش عايزاك تقعد لوحدك كده وقت طويل. بص ايه رأيك افتح لك التلفزيون، اجيب لك مسلسل حلو او مسرحية؟ تعالى بص حاجة كده جميلة تسليك. سيبيها يا ماما، ما تحاوليش، ارجعي. ايه يا حبيبي بس مالك؟ اهدى شوية، انت عايز المسلسل صح؟ ارجع للمسلسل؟ لأ يا ماما، أنتِ عارفة أنا قصدي على إيه كويس. على قناة الرياضة يا ماما. أول ما شُفتيها حوّلتِ بسرعة ليه. سيبيها يا ماما، أنا عايزة أشوفها أرجوكِ عشان خاطري سيبيها. ليه بتعمل في نفسك كده بس يا حبيبي؟ انا كان قصدي اجيب لك مسلسل او مسرحية تسليك. أرجوكِ يا ماما هاتيها واحترمي رغبتي، أنا عايز كده. حاضر يا حبيبي حاضر اهي. مش عارفة بس انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ يو يا هشام، يا هشام يا حبيبي بطل عياط بقى، هتبقى كويس يا حبيبي. اللي انت بتعمله في نفسك ده هو اللي هيخليك مش كويس. يا ريتني ما فتحت التلفزيون من اساسه، وقال انا اللي كنت فاتحاه عشان يرفع عنك شوية وحاجة تسليك وتخرجك من المود. ماما ممكن بعد إذنِك تسيبيني لوحدي شوية؟ أنا هاخرج أقف قدّام البيت، بس مش عايز حد معايا. سيبيني لوحدي مرّة أرجوكِ. سيبيني. يعني أهرب أروح فين بس عشان ما الاقيش حاجة قدامي تفكرني بعجزي وتفكرني باللي أنا فيه. أنا كنت إنسان مغرور ووحش قوي. ما كنتش بعرف أقول الحمد لله على اللي أنا فيه. وكنت دايما بتريق على الناس وبستعرض قوتي عليهم. دلوقتي حتى الأطفال الصغيرين دول نفسي أكون زيهم ومش طايل ألعب بالعجلة أو حتى أشوط الكورة بعد ما كنت بطل كبير. سامحني يا رب واشفيني. أنا عرفت غلطتي وندمان عليها كتير.